عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. طبعا شهر رمضان يعني حلويات شرقية، كل يوم بنعمل حلويات شرقية، واللي بيتربى على عرش الحلويات الشرقية طبعا البسبوسة. وكتير مننا طبعا البسبوسة بتفشل معاهم بسبب تكات بسيطة جدا بتعدي عليهم وهم بيعملوا البسبوسة. ان شاء الله في الفيديو ده مش هخلي ولا تركايه تعدي منك في عمل البسبوسه، هخليكي تبقي استاذه في عمل البسبوسه. بس في الاول طبعا بنسمي الله عشان ربنا يملى لنا حاجتنا كده كلها بركه. اولا كده انا جبت نص كيلو من سميد البسبوسه، عايزه تجيبي كيلو جيبي كيلو وضعف المقدار اللي احنا هنعمله النهارده ان شاء الله. عندك جوز الهند، حطي معلقتين كبار من جوز الهند، بس يا ريت جوز الهند يكون ناعم، لو مش ناعم ممكن تضربيه في الكبه بتاعتك. وطبعا رشه الملح معانا وشويه الفانيليا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه من معالق الشاي كده بيكنج باودر عشان يخلي البسبوسه بتاعتنا من جوه هشه كده ومرمله وما تبقاش مكتومه. وسميد البسبوسه بنجيبه سايب من عند العطار، بنختبره بايدينا، بناخد شويه من سميد البسبوسه على ايدينا وننزلهم تاني، لو نزلوا من ايدينا يبقى السميد ده تمام جدا، لو فضل بواقي على ايدينا او فضلت حاجات ناعمه على ايدينا يبقى السميد ده عليه دقيق من الدقيق الابيض، يبقى كده هيعيش معانا والبسبوسه هتطلع خشنه معانا او هتطلع ناشفه معانا. وهكمل لكم موضوع السميد بعدين، بس الاول نشوف المواد السائله اللي هنحطها على البسبوسه. انا جبت كوبايه الا ربع من السكر، وكوبايه الا ربع من اللبن، وكوبايه الا ربع من السمنه. والسمنه بتاعتك لو سمنه بلدي هتخلي البسبوسه بتاعتك في حته تانية خالص. ومعلقتين كده كبار من عسل الكلوكوز، لو ما عندكيش عسل كلوكوز ممكن تعملي سيرب البسبوسه الاول وتزوديه شويه وبعد كده ناخد منه نص كوبايه، وبعد كده لما نيجي نحطه على البسبوسه نبقى نسخنه، يعني اعملي السيرب الاول. انا خدت بقى الخليط اللي معايا دون ودفيته على النار، انا عايزاهم يدفوا بس على النار، يعني ما تسخنيهمش او ما تغليهمش، يدفوا يا دوبك السمنه تفك كده والسكر يدوب معانا. خلي الخليط دافي زي ما وريتك كده، ان انا مسكت الكزرونه بايدي، يعني معناها ان الكزرونه مش سخنه خالص، ان هي يا دوبك دافيه. خدت بقى الخليط السائل بتاعي اللي انا مدفيه على النار ونزلت بيه على الخليط الجاف او على المكونات الجافه بتاعتي اللي هي البسبوسه او سميد البسبوسه، معلقتين جوز هند لو مش موجودين طبعا خلاص ما فيش مشكله، ويا ريت جوز الهند تكوني طحناه في الكبه او يكون هو ناعم عشان يتغلل كده في البسبوسه ويديكي ريحه حلوه كده وطعم جميل جدا في البسبوسه بتاعتك. نقلب بقى البسبوسه ازاي؟ يا دوبك نخلي المكونات تندمج مع بعضهم، نخلي البسبوسه بتاعتنا عجينتها ناشفه، عجينتها ماسكه نفسها، مش عجينتها سايله كده زي الكيكه، لان لو عجينتها سايله زي الكيكه يبقى انت كده زودتي المواد السايله وبالشكل ده البسبوسه هتطلع ناشفه معاكي او هتطلع معيشه معاكي، يبقى البسبوسه بتاعتك مش هتطلع مظبوطه. لازما البسبوسه بتاعتك تكون ناشفه، يعني يا دوبك شاربه السوائل بتاعتها. وطبعا ما نقلبش البسبوسه خالص، البسبوسه لو اتقلبت معاكي هتنشف، لان دقيق السميد لو اتقلب هينشف معاكي وتجيكي بسبوسه ناشفه جدا. ودي اهم تركه في البسبوسه، انك ما تعجنيهاش، اهم تركه عشان تطلعي بسبوسه معاكي مظبوطه جدا انك ما تعجنيهاش وما تقلبيش فيها كتير، يا دوبك تلمي المواد السائله مع المواد الجافه، زياده عن كده مش عايزين، ولو مشيتي على المقادير مظبوطه هتطلع معاكي مظبوطه جدا باذن الله. بعد كده انا سويت الوش، وبرده مش عايزه اسوي في الوش كتير، لان لو سويت في الوش كتير برده هينشف معايا البسبوسه ومش هيخليها تشرب السيرب بتاعها. فانا هسويها بمعلقتين كده من اللبن زي ما شفتوا، او حتى معلقتين من الميه الموجوده عندي عشان اسوي سطحها. بعد كده لو عايزه تحطي لها مكسرات براحتك خالص، مش عايزه زي ما هي كده ساده هتبقى زي الفل برضو. انا كان عندي شويه من الفول السوداني فحبيت احطهم على وشها هنا. وهنا بقى هنقول هنسوي البسبوسه على ايه، لان تسويه البسبوسه بتفرق جدا، وهقول لكم ليه. بس الاول نعمل السيرب بتاع البسبوسه، لان احنا عايزين السيرب يكون سخن وكمان البسبوسه بتاعتنا تكون سخنه. هنجيب السيرب بتاع البسبوسه، هجيب كوبايه ونص من السكر، وهجيب كوبايتين من الميه، ولو عندك بقى عسل كلوكوز تديها معلقه من عسل الكلوكوز، ودي هتديكي نتيجه روعه جدا في السيرب. وكمان احنا حاطين عسل كلوكوز في البسبوسه، بس للاسف انا ما كانش عندي الا المعلقتين اللي حطيتهم في البسبوسه. بجد عسل الكلوكوز بيفرق 180 درجه في الحلويات الشرقيه، اللي بيجربه فعلا بيبقى عارف النتيجه بتاعته بتبقى عامله ازاي. انا ما عنديش بقى زي ما قلت لكم، فهعصر نص ليمونه واخد السيرب بتاعي يغلي على النار لمده 10 دقايق، وبعد الغليان معايا كيس من الفانيليا ومعلقه من السمنه، معلقه من السمنه احطها في السيرب بعد الغليان، دي هتديني لمعه حلوه جدا في البسبوسه بتاعتي. انا خرجت بقى البسبوسه من الفرن زي ما انتم شايفين كده، نجاح البسبوسه بتاعتي بيبان لما باجي اسقيها السيرب بتاعها،
تسقي السيرب للبسبوسه. اول ما تشرب معاكي السيرب تتاكدي ان البسبوسه بتاعتك دي ناجحه 100% باذن الله. هنشوف دلوقتي مع بعضينا البسبوسه وهي بتشرب السيرب بتاعها. وطبعا نص كيلو السميد هتحطيه في صينيه 28 هتبقى مظبوطه عالي جدا، او ممكن كمان في صينيه 30، بس في 30 هتبقى البسبوسه رقيقه معاكي شويه، فالاحسن تحطيها في صينيه 28 هتبقى مظبوطه ومية مية. انا حطيتها في صاج 30 في 20 زي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط، وشايفين البسبوسه بتشرب السيرب ازاي. وطبعا البسبوسه بتاعتي لازم تكون طالعه سخنه من الفرن، والسيرب كمان يكون سخن جدا. يعني السيرب لو عملته بدري شويه وبرد اروح مسخناه واحطه على البسبوسه وهو سخن بيغلي كده. وبعد كده بغطي البسبوسه، اغطيها قد 5 دقايق كده. هي شربت السيرب بس برضه اغطيها 5 دقايق علشان البخار اللي هيطلع من السخونيه بتاعتها ده برضه هيساعد في ان البسبوسه بتاعتي تكون طريه جدا. وزي ما انتم شايفين معانا البسبوسه طريه ازاي. نيجي بقى لتسويه البسبوسه. البسبوسه ما بتحتاجش تقعد في الفرن كتير، لانها ما بتحتاجش انها تستوي. البسبوسه بس يا دوبك ان هي تلون معايا. ما دام لونت معايا البسبوسه يبقى خلاص هي كده استوت. ودي على فكره سر من اسرار البسبوسه، ان ناس كتير بتاخد البسبوسه تحطها في الفرن، تحطها على درجه حراره 170 180 وتسيبها فتره طويله في الفرن، بيخلي البسبوسه تنشف. احنا عايزين ندخلها على درجه حراره 200، واول ما تلون معانا كده على حسب درجه حراره الفرن بتاعتك او على حسب سخونيه الفرن بتاعك، اول ما تلاقي البسبوسه لونت معاكي خرجيها على طول وسقيها السيرب بتاعها. وطبعا زي ما قلت لك ان هي تبقى سخنه جدا والسيرب كمان يبقى سخن جدا. وبعد ما بنسقيها بنغطيها 5 دقايق. بالشكل ده هتاخدي معاكي حته بسبوسه ولا بسبوسه الحلواني نفسه، هتطلع معاكي في منتهى الجمال ان شاء الله. وطبعا يا ريت ما نقطعهاش الا لما تبرد، تسيبيها كده لما تاخد راحتها خالص وتبرد خالص عشان تعرفي تقطعيها وتطلع معاكي مظبوطه. انا بقى قطعتها وجبت معلقتين قشطه من وش اللبن. لو عندك قشطه علب اللي موجود عندك اعملي بيه، مش موجود خالص هي البسبوسه لوحدها زي الفل مش محتاجه اي حاجه. لكن انا حبيت اخليها بسبوسه بالقشطه، رحت جايبه معلقتين قشطه من وش اللبن زي ما قلت لك من اللي انا شايلاهم عندي في التلاجة، وضربتهم كده وحطيتهم بالقمع بتاع بلح الشام عادي جدا. يعني لو ما عندكيش خالص مفيش برضو مشكله زي ما بقولك، او ممكن تحطيهم برضو بالمعلقه كده فوق البسبوسه برضو. زي ما انتم شايفين البسبوسه بتاعتنا بقى شكلها تحفه قد ايه، وكمان طعمها خطير جدا. اما بقى عن موضوع السميد اللي قلت لكم عليه في اول الفيديو، سميد البسبوسه لما بجيبه من عند العطار باخد شويه كده على ايدي وبروح مفضيهم تاني. لو فضل دقيق ابيض كده على ايدي يبقى معنى كده ان البسبوسه بتاعتي او السميد بتاعي ده مخلوط بدقيق ابيض، وده طبعا هينشف البسبوسه معايا او يخلي البسبوسه تطلع ناشفه. لكن لو مفيش حاجه وقفت على ايدي او فضلت على ايدي يبقى معنى كده ان السميد ده جميل جدا ان شاء الله. وتجيبي السميد الوسط، ما تجيبيش السميد الخشن. السميد الخشن هيبقى محبب جدا معاكي في البسبوسه، ولا السميد الناعم. السميد الناعم برده مش هيكون حلو معاكي. هاتي السميد الوسط. لو جبتي سميد خشن ممكن تنعميه في المطحنه بتاعتي الخلاط بتاعك عشان يبقى مظبوط كده معاكي. وبرده لو جوز الهند خشن معاكي برده تضربيه في المطحنه برده معاكي. وبالشكل ده يبقى احنا قلنا كل مشاكل البسبوسه، وقلنا ازاي البسبوسه تطلع ناجحه جدا معاكي. يا ريت بقى تجربي طريقه البسبوسه بتاعتنا، ولو عجبتك ما تنسيش تدعمينا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه يصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وحضراتكم طيبين.